ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. بقول لكم ايه، يلا بينا ندخل في العمل على طول عشان نفهم احنا عايزين نقول ايه. دي شكل تشكيلتي اللي خلاص انا بنسبة 99% استقريت عليها خلاص. ودي ان شاء الله اللي ناوي ابدأ بيها الموسم، وهقول لك ليه كل لعيب اخترته في المكان ده. زي ما انت شايف كده، اتنين حراس مرمى: فيكاريو حارس مرمى توتنهام، ومعاه سيلز حارس مرمى نوتنجهام فورست. اما خط الدفاع فمكون من خمس لاعبين: فان ديفين وبيدرو بورو، الاثنين اللي هم مدافعين برضه توتنهام. وعندك كمان دالوت مدافع مانشستر يونايتد، كونسا مدافع استون فيلا، واللاعب الخامس وان بيساكا مدافع ويست هام. خط الوسط يا شباب زي ما انتم شايفين بيتكون من خمس لاعبين: اتنين من ليفربول، اتنين من تشيلسي، وواحد من استون فيلا. محمد صلاح جاكبو ليفربول، نيتو بالمر ده طبعا تشيلسي، وعندك كمان روجرز استون فيلا. ثلاثي خط الهجوم بيتكون من ثلاث لاعبين: واتكنز طبعا استون فيلا، وعندك واحد اسمه بارنس ده مهاجم طبعا بأربعة ونص، أقول لك أنا اخترته ليه. والمهاجم الثالث اللي معايا هو ديلاب رأس حربة تشيلسي. خلينا كده يا شباب نقول احنا اخترنا كل واحد ليه، وليه التشكيله دي بالذات، وايه المميز في التشكيله دي، وايه عيوب التشكيله دي، وهل ممكن يعني في تغييرات هتكون تاني في المستقبل ولا هي خلاص على كده. خلينا نتكلم الاول، ناخدها بالترتيب كده، نتكلم عن مركز حراسه المرمى. زي ما انت شايف انا اخترت اتنين حراس مرمى: فيكاريو حارس مرمى توتنهام، وسيلز حارس مرمى نوتنجهام فورست. طبعا يا شباب انا ليه اخترت الاثنين حراس مرمى دول؟ اخترت الاثنين الحراس دول بالذات علشان انا مش عايز صداع من حراس المرمى، عايز من هنا لنهايه الموسم انسى مركز حراسه المرمى، ما افكرش ان انا ابدل ولا اختار حارس مرمى تاني طول الموسم. معنى الكلام ده ان انت هتثبت خلاص الاثنين حراس مرمى دول طول الموسم؟ اه هثبتهم طول الموسم، الا لا قدر الله لو حصلت اصابات او مثلا كروت حمراء، في الحاله دي هضطر اغير حارس مرمى، او حارس مرمى مثلا كان عنده غياب ان جوله مثلا مش هيلعب فيها، ففي الحاله دي هغيره. اما طالما الاثنين هيلعبوا كل الاسابيع خلاص انا ثابت على الاثنين دول. ايه المميز في الاثنين حراس مرمى اللي هو حارس مرمى توتنهام فيكاريو، وحارس مرمى نوتنجهام فورست اللي هو سيلز؟ بصراحه فيهم اكتر من ميزه خلتني ان انا اروح للحاجه دي. طبعا يا شباب اي حد فينا لما بيجي يختار لاعب، سواء يعني كان حارس مرمى، مدافع، خط وسط، مهاجم، بيختار يعني اللاعب اللي عنده اكتر او اكبر عدد من المباريات السهله. يعني مثلا في واحد عنده مثلا، خلينا نتكلم عن اول سبع مباريات في الدوري. نشوف مثلا فيكاريو ده في اول سبع مباريات عنده بالظبط يعني ست مباريات سهله ومباراه واحده صعبه. زي ما انت شايف فيكاريو زي ما قلت لك هيقابل بيرلي، وهيقابل ساندرلاند، وهيقابل بورنموث، وهيقابل يعني فرق كتيره زي ما انت شايف كده قدامك. الفرق دي كلها يعني وارد ان هو يجمع منها نقاط كتير، هي بس المباراه اللي الصعبه الوحيده قدامه اللي هي مانشستر سيتي. نفس الكلام سيلز عنده من الست مباريات الاولى خمس مباريات طبعا سهله، ومباراه واحده صعبه. او في نفس الوقت انا هعمل تبديل بين سيلز وبين فيكاريو. طبعا يا شباب ما يكونش عندي حارس مرمى زي فيكاريو عنده سبع مباريات سهله بيلعب في فريق زي توتنهام، واقعد اتعب نفسي واروح اجيب مثلا بوب حارس مرمى نيوكاسل اللي عنده ثلاث اربع مباريات صعبه في بدايه الموسم، ولا رايه مثلا حارس مرمى الارسنال اللي عنده اول خمس مباريات صعبه، ولا حتى فريق زي مانشستر سيتي اللي احنا طبعا مش واثقين في دفاعه للدرجه اللي هي. فعشان كده انا شايف ان سيلز وفوكاريو اللي بالظبط عندهم اول سبع مباريات عندهم اربع مباريات سهله جدا جدا جدا. ليه؟ عندك بيرلي، عندك حارس مرمى زي سيلز عنده مباراتين سهله، وعندك كمان واحد زي فكاريو عنده مباراتين سهله. ليه؟ لان هم هيلعبوا مع اضعف ثلاث فرق، واحد فيهم عنده بيرلي او الاثنين هيلعبوا مع بيرلي، والاثنين برضه واحد عنده ليدز وواحد عنده ساندرلاند. يعني انت بتتكلم في اول سبع مباريات للاثنين حراس المرمى فيهم اربع مباريات سهله المفروض فيهم اربعه كلين شيت. فانت لما يكون عندك اول سبع مباريات على الاقل ضامن فيهم اربعه كلين شيت، دي حاجه مميزه جدا جدا جدا. وجايز واحد فيهم يخطف كلين شيت من هنا او كلين شيت من هنا، ممكن في اول سبع مباريات اذا ربنا وفق الفرقتين دول او اثنين حراس مرمى دول في المباريات ممكن تطلع بسته كلين شيت من سبع مباريات. ودي حاجه طبعا عمرها ما حصلت قبل كده وصعب انها تحصل، ان حارب ان يكون عندك حراس مرمى في الفانتزي تقدر تحصل على ستة كلين شيت من اصل سبع مباريات. دي طبعا حاجه صعبه، احنا احيانا بنقعد الموسم كله نبدل بين حراس المرمى، ممكن نحصل على يعني خمسة ستة سبعة 10 كلين شيت من خلال ال 38 جوله اللي نلعبهم.
فما بالك انت عندك اتنين حراس مرمى هيلعبوا 4 مباريات مع فرق لسه صاعده جديد. يعني المتوقع ان يحصلوا على 4 كلين شيت من اصل 7 كلين شيت من ال4 فرق دول، غير زي ما بقول لك لو قدروا يخطفوا مثلا جوله من هنا او مباراه من هنا، هتكون الموضوع بالنسبه لهم سهل جدا. طيب احنا كده خلصنا من مركز حراسه المرمى، وعرفنا ان ما ينفعش ان احنا نختار حراس مرمى غير دول، لان اغلب الحراس ما عندهمش فرصه مميزه زي الاتنين حراس دول. طيب ندخل على خط الدفاع. زي ما انت شايف يا شباب، انا شايف افضل الاختيارات برضو لو هتكلمنا عن او اللعيبه اللي عندها مباريات سهله، فهي في 3 فرق عندهم مباريات سهله. عندك اول فريق توتنهام، زي ما قلت لك توتنهام عنده اول 7 جولات بس ما فيهمش غير جوله واحده صعبه اللي هي مانشستر سيتي. كمان سيلز، او عندك مثلا يعني في مباريات كتيره، ولكن خلينا نتكلم دلوقتي عن فريق زي توتنهام. لذلك انا خدت منه الاثنين اللي هم اساسيين، خدت منه بيدرو بورو، وخدت من الفريق كمان فان ديفين. بيدرو بورو الراجل في كل المباريات التحضيريه بيلعب اساسي. فان ديفين بيلعب مباراه، بن ديفيز بيلعب مباراه. انا الحقيقه دلوقتي بين يعني عايز اتاكد فان ديفين اللي هيبدا ولا بن ديفيز. لو اتاكدت ان فان ديفين هو اللي هيبدا، خلاص انا هخلي فان ديفين مع بيدرو بورو. هلعب بيهم اول جوله امام بيرلي. متوقع يا شباب ان الاثنين دول في اول مباراه امام بيرلي ان هم يحصلوا على الكلين شيت. غير الكلين شيت ممكن الاثنين ان احنا عارفينهم من المواسم اللي فاتت ان هم 2 لعيبه طبعا بيزيدوا كتير، بيحرزوا اهداف، بيصنعوا اهداف. لذلك انا اعتمد على نسبه حظ كبيره ان العب بالاثنين دفاع دول معاهم كمان فيكاريو كحارس مرمى. يبقى هلعب ب3 من توتنهام حارس المرمى مع 2 المدافعين، على امل ان ال3 يطلعوا كلين شيت امام بيرلي، وعلى امل بس مش يطلعوا كلين شيت بس، على امل ان واحد زي بيدرو بورو او واحد زي فان ديفين يقدر كمان يخطف حاجه في مباراه زي دي. فدي هتفرق معايا يعني كتير في بدايه الموسم. ولا قدر الله لو ما طلعوش بكلين شيت ممكن برضو يطلعوا بيخطفوا اهداف. لذلك انا خدت ال3 بتوع توتنهام على اساس ان انا هعتمد عليهم في بدايه الموسم. واحد يقول لي طب ما انت لما توتنهام عندها مباريات سهله ليه ما خدتش 3 مهاجمين افضل من 3 مدافعين؟ لا، انا ضامن ال3 المدافعين هيبداوا وهيلعبوا. اما ال3 المهاجمين او خط الوسط، انا مش عارف مين هيلعب في الفريق زي توتنهام. هل هيبدا بسون كمهاجم، ولا هيبدا بسولانكي اللي كل شويه يتصاب، ولا هيبدا باللاعب الثالث بتاعهم؟ فاحنا مش عارفين مين اللي هيبدا، سولانكي ولا سون ولا ريتشاردسون. كمان خط الوسط مش عارفين ماديسون اللي هيبدا، ولا سار اللي هيبدا، ولا كولوزوفسكي اللي هيبدا، ولا بيرنان جونسون اللي هيبدا. مش عارفين برنارد جونسون هيلعب طرف ولا هينزل مكانه سون، ولا قدوس ولا هيبدا. لذلك انا اخترت ان العب ب3 مدافعين اضمنهم احسن من كده. عشان كده يا شباب هم دول افضل شويه بالنسبه لي. كمان بعد كده عندنا المدافع اللي بعد كده هو دالوت. دالوت اللي هو مدافع مانشستر يونايتد. يا شباب مانشستر يونايتد الموسم ده هيكون غير. كمان دالوت انا شايفه من اهم اللعيبه اللي بتلعب في فريق زي مانشستر يونايتد. الراجل الموسم اللي فات اعتمد عليه طول الموسم كله، والراجل كان ترتيبه كويس في المدافعين. غير كده الراجل سعره 4.5 مليون، يعني سعر ممتاز في فريق بيلعب زي مانشستر يونايتد، داخل بفورمه كويسه. الفريق السنه دي يعني قوي في كل شيء في كل الاماكن، عمل تدعيمات كويسه. فانا شايف ان واحد زي دالوت، او ان انت لازم يكون معاك فرد من مانشستر يونايتد الموسم ده، حاجه مهمه. ولكن اضمن يعني فرده بتلعب في مانشستر دايما هو دالوت، الراجل اللي بيعتمد عليه طول الموسم. كمان احنا في الفتره الاخيره بنشوف دالوت بيلعب في نص الملعب اكتر من يلعب في حته الدفاع. كمان المدافع اللي معانا كونسا، زي ما قلت لك فريق زي استون فيلا عنده حوالي يعني من 12 مباراه عنده 8 مباريات سهله زي ما انت شايف كده قدامك. فما ينفعش ان انا ما يكونش عندي خط يعني فرده من استون فيلا في كميه عدد المباريات السهله دي. كمان يعني كونسا هو اللاعب الوحيد اللي بيلعب كل المباريات، بيلعب ال 90 دقيقه، بيلعب كل المباريات في استون فيلا. الراجل بيخطف بالهيد، الراجل احيانا بيطلع ويعمل اسيستات. فانا شايف ان واحد زي كونسا هو اكتر واحد مميز في فريق استون فيلا، نظرا انه بيلعب ال 90 دقيقه كل المباريات. وغير كده الراجل سعره 4.5 مليون، يعني سعر مميز جدا جدا. عندك المدافع اللي بعد كده هو وان بيساكا. وان بيساكا يا شباب راجل مستواه مميز. الموسم اللي فات بدأ متأخر، ومع ذلك كان ترتيبه العاشر بين المدافعين. الراجل قدر يطلع ب 118 نقطة بالرغم انه ما لعبش غير عدد مباريات قليلة. الراجل في الناحية الهجومية مميز، دايما بياخد بونص، دايما بيكون له دور في الهجوم. عشان كده انا شايف مدافع زي وان بيساكا بسعر 4.5 مليون ما ينفعش ان انت تسيبه او ما تفكرش فيه من بداية الموسم. وخاصة الراجل عنده جدولة مباريات كويسة في بداية الموسم. يعني احنا لما نشوف فريق زي ويست هام عنده حوالي 5 6 مباريات سهله في بدايه الموسم، فلازم واحد زي وين بيساكا يكون معايا، بحيث لما يكون هيلعب مباريات سهله استفيد بيه في مباراه امام بيرلي، مباراه امام ساندرلاند، مباراه امام ليدز يونايتد. حتى المباريات الضعيفه شويه ايفرتون، برايتون، برضه ممكن استفيد بمدافع زي
وان بيساكا. الخماسي يا شباب بتاع خط الوسط اخترت محمد صلاح وجاكبو. ليه محمد صلاح وجاكبو؟ على اساس ان انا شايف ان ما شاء الله كل مباراه صلاح يعني بيكون له دور في كل المباريات اللي بيلعبها، وصلاح ما ينفعش ان احنا ما نختاروش. وجاكبو انا شايفه من اللعيبه المميزه جدا جدا اللي المدرب بيعتمد عليه اغلب الوقت، والراجل بعد رحيل لويس دياز الراجل هيلعب اساسي. على ما اعتقد ان هنشوف واحد زي جاكبو دايما هيلعب كطرف شمال، وفي نفس الوقت الراجل بيدخل بيزيد كراس حربه، ما بيكونش مراقب، فبيكون قدامه فرصه بيحرز اهداف كتيره. وخاصه في اخر مباراه شفناه الراجل قدر يحرز هدفين، واحرز كمان هدف احتسب تسلل. فانا شايف ان واحد زي جاكبو لا لعيب مهم جدا مع محمد صلاح. محمد صلاح انا اعتقد ان فريق ليفربول السنه دي هيكون من اكثر الفرق الهجوميه اللي تحرز اهداف، فلازم على الاقل يكون عندنا اثنين منهم في الناحيه الهجوميه مش الناحيه الدفاعيه. الاثنين التانيين بالمر ونيتو مع بعض، على اساس ان انا شايف بالمر ونيتو اغلب الاهداف بتيجي عنهم، دايما هما الاثنين بيصنعوا، دايما هما الاثنين بيحرزوا، دايما هما الاثنين بيهدفوا. عشان كده الاثنين دول في خط الوسط انا شايف ان احنا لازم نستفيد بيهم، وخاصه ان تشيلسي الموسم ده او المواسم الاخيره هو من اكتر الفرق اللي بتحرز اهداف، وخاصه في بدايه الموسم. وكمان فيهم ميزه ان كمان عندهم عده مباريات سهله في بدايه الموسم. فانا شايف نيتو وبالمر مع صلاح وجاكبو هيعملوا لك ثنائيات كويسه، هتستفيد بمجموعه نقاط واهداف كتيره من وراهم. اللاعب الخامس هو روجرز لاعب استون فيلا، الراجل اللي بيلعب مع واتكنز، لذلك انا خدته هو واتكنز مع بعض في الهجوم. الاثنين دول عندهم مباريات سهله، عندهم برضو هدافين، كل الاهداف ما بتطلعش بره واتكنز وروجرز، يا اما روجرز بيصنع وواتكنز بيهدف، يا اما واتكنز اللي بيصنع وروجرز اللي بيهدف، يا اما الاثنين هم اللي بيهدفوا. وخاصه إن عندهم زي ما قلت لك 8 مباريات من اصل 12 مباراه في منتهى السهوله، فعلى الاقل لازم يكون عندي فردتين من استون فيلا في بدايه الموسم، لان انت اغلب الفرق يعني مستواها مش كويس. فريق زي الارسنال هيعاني الموسم ده وعنده مباريات صعبه كتير في بدايه الموسم. فريق زي مانشستر يونايتد احنا مش عارفين، مانشستر سيتي احنا مش عارفين مين اللي هيلعب. هو الفريق المميز بالنسبه لنا كمان واحد زي فريق زي مانشستر يونايتد، ولكن لسه كونيا ومجيبو لسه مش عارفين ظروفهم ايه. انما امادو ديالو هوايلاند الناس دي كلها بصراحه فرصه كويسه للناس برضو اللي عايزه تشتري. فانا شايف يا شباب ان اغلب التشكيلات بدات توضح قدامكم. في لعيبه كويسه لازم تعتمد عليها، لعيبه ليفربول، لعيبه تشيلسي، لعيبه مانشستر يونايتد، لعيبه توتنهام، لعيبه استون فيلا. دول يا شباب الخمس فرق اللي انت لازم تركز عليهم في الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه اللي هتستفيد منهم بعدد النقاط. زي ما قلت لك ليفربول، تشيلسي، توتنهام، استون فيلا، والفريق الخامس مانشستر يونايتد. اما عندك الارسنال ابعد عنه، عندك نيوكاسل ابعد عنه في بدايه الموسم، عندك مانشستر سيتي ابعد عنه في بدايه الموسم، الفرق الضعيفه ابعد عنها. نوتنغهام فورست بس تاخد منه على مستوى خط الدفاع، والفريق ده مميز جدا، كل المباريات التحضيريه اللي لعبها قدر يطلع بنتيجه 0-0-0-0 كله 0-0. فالفريق من الناحيه الدفاعيه مميز جدا جدا جدا، بيقدر يحافظ على الكلين شيت. اما من الناحيه الهجوميه انا شايف لحد دلوقتي كريس وود لعب حوالي 5-6 مباريات تحضيريه يمكن احرز فيهم هدف واحد. فالفريق بالنسبه للناحيه الهجوميه خاصه بعد رحيل إيلانجا الفريق مش افضل حاجه في الناحيه الهجوميه، لذلك انا عايزك تعتمد عليه من الناحيه الدفاعيه اكتر من الناحيه الهجوميه. طبعا يا شباب لو في حاجه جديده او اختيارات جديده هنقول لكم عليهم، لكن ركزوا على الفرق اللي احنا قلنا لكم عليها. اتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.